جماعة احنا في عالم موازي والله العظيم بجد. لازم احكي لكم حاجة بتضحك قوي قوي قوي، حاجة مسخرة يعني بجد. في كده بوستات وفيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا، بيقولوني كلام، بيقولوا ان انا قلت كلام نفسي اعرف جابوا الكلام ده منين. تقريبا وهم بيحلموا بيا سمعوني بقول الكلام ده. يعني بيقولوا ان انا كان عندي تحديات، وان انا خدت من ابويا فلوس كتير، $1,000,000 عشان ابتدي اشتغل بيهم. هم بيقولوا ان انا بقول كده. طب فين الفيديو اللي انا بقول فيه كده؟ فين؟ ليه مش بتنزلوه؟ ليه مش بتنزلوه؟ ولا هو اي حاجه هاديه غالب وخلاص عشان نروح فايرل؟ طب ماشي، طب الصحافه والمجلات اللي منزله مش تتاكد من الكلام الاهبل ده؟ انا قلت كده امتى وفين وازاي؟ ده انا بقول عكس كده كومبليتلي في الشو. يعني واحد كده طالع بيقول هاديه قالت كذا كذا كذا. طب لما انا قلت ما نزلتش ليه ستيتش ونزلت الحته اللي انا بقول فيها كده، اللي هو اي تأليف وخلاص؟ في نفسي اعرف قلت انا كده امتى. للعلم يا جماعه، طبعا انتوا عارفيني واللي متابعيني وكل حاجه، انتوا عارفين كويس قوي ان انا اكشلي لما ابتديت اشتغل احنا كنا الحمد لله وي ور اوكي، بس كنا في فاينانشال كرايسيس. واكشلي انا لما ابتديت اشتغل ما خدتش ولا مليم من اهلي، مش عشان انا مش عايزه اخد، عشان هو الصراحه ما كانش فيه. وكمان انا لما ابتديت اشتغل، بس عشان الناس مش فاهمه، انا عملت ماركتنج ايجنسي. الماركتنج ايجنسي دي مش محتاجه كابيتال. الكلاينت بيجي يديك 10,000 جنيه، بتعمل له فوتوشوت ب 9,000 جنيه وتاخد 1000 جنيه لنفسك، فانت ما بتشتغلش بفلوسك. وده this is how I made my money. قعدت 10 سنين بشتغل ماركتنج بالطريقه دي. الموضوع مضحك قوي بالنسبه لي، لان انا ماسكه بقى ماشيه على كل الفيديوهات على التيك توكس، برد وبقول لهم كده ستريت فورورد: يا كدابين، انتوا ناس كذابه. خلاص، انا بالنسبه لي ده كده. يعني ان انا اقول حاجه وتتاخد اوت اوف كونتكست حاجه تانية، وان انا عمري في حياتي ما قلت حاجه زي كده وتتأولني، لا ده اسمه كذب 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 كذب. يعني فانا بقى ايه، ادخلوا بصوا على التيك توك هتلاقوني داخله بقى ايه، بقصف جبهات: يا كذاب يا كذاب، انت كذاب، انتوا صحافه صفرا، انتوا كذا انتوا كذا. خلاص، اصل بصوا، في different interpretations وفي كذب. ده اسمه كذب. بالذات ان اصلا الناس دي عمرهم اصلا ولا يعرفوا لي حاجه، ولا شافوا لي الشو، ولا شافوا لي انترفيوز، لان انا في كل انترفيو بحكي بدايتي. فدول الناس ما تعرفش اي حاجه عني، هم بس مجرد بيحطوا اسم هاديه غالب يو جو فايرل. ده اسمه رخص. واخر حاجه بقى بعيد عني، ما تصدقوش معظم الصحافه الصفراء اللي هم بيقعدوا يقولوا في كده انواع جورناليزم مختلف. عندكم جورناليزم محترم زي مثلا كايروسين، زي الناس اللي هم بيعملوا جورناليزم محترم، وعندكم جورناليزم مش محترم زي ناس كتيره اللي هم تلاقيهم بيدخلوا بالهوك: واحد صرف معرفش كام، او دي شتمت مين، او الحاجات اللي بتبتدي كده دي اعرفوا على طول انها هوكس للفيوز، ومنها حاجات كتيره قوي مش حقيقيه. فيعني نصيحتي ليكم من الاكسبيرينس بتاعتي في السوشيال ميديا الغريبه دي، انه حاجات كتيره قوي مش حقيقيه. فلو عايزين تعملوا تو فورم ان اوبينيون على حاجه، حاولوا توصلوا للسورس بتاعها، ما تاخدوش حاجات فيها صحافه، يعني اي كلام كده للفيوز وتاخدوها هي دي السورس بتاعكم. حاولوا توصلوا تو فيريفاي ذا سورس بالظبط.